انتهت الخلافات ام لا زالت؟ لا، هو بعد عنده دعوتين اعتقد. مستمر. اي بعده. قبل ايام كان اكو يعني انا وياه تواجهنا بالمحكمه. اي. بعد ان رجع من بطوله الخليج كان اكو يعني جلسة. جلسه وتاجلت لان انا اعترضت على تقرير الخبير. اي. وبعد هي الى الان بالمحاكم يعني ما صار كلام بيناتنا بيناتكم؟ دعاوى. لا ما صار كلام، بس انا دزيت له رساله اي. قبل تقريبا اسبوع. سمعت هو حاكي بموضوع انا ما اريد اتطرق له، يعني انه على اساس انا متكلم به او ملمح به. فانا قلت له كابتن انا لا اريد منك تتنازل ولا اريد منك اي موقف، بس اللي اقول لك به اللي انت تلمح عليه وحاكيه اكثر من مره قدام ناس هذا مو صحيح، ابد مو صحيح. هو يعرف الان كابتن نشأت على شنو احكي، وارجع واقول له مو حيدر اللي يتطرق لهيك مواضيع. وانا كلش احترم الناس اللي تعتقد انه انا ماسهم، ابدا ابدا اعتبرهم مثل اهلي. استمر بالدعوه ونروح للمحكمه وشي يقرر القضاء، انا يعني في وقتها حاضر. بس انت في هذا الموضوع على خطأ كبير اللي تعتقد انه انا متكلم به. مع العلم تدخلوا بها ناس كثير هذا الموضوع. اي قدروا مثلا يقنعون الاستاذ اياد بنيان ابو حورات تحياتي له يعني فكره التنازل، بس ما قدروا يقنعون نشأت يعني لحد الان مصر على الدعوه مالته، وانا احترم هذا الشيء. اياد بنيان يعني خلاص اتوقع تنازل عن هو ما تنازل بشكل رسمي. وانا هم اقدر موقف اذا ما تنازل، لان هم اكو دعوه مشتركه هو ونشأت اثنينهم. فهو اذا تنازل عنها يعني راح يخلي نشأت في حرج. وتعرف يعني مهما كان هو نشأت اقرب لاياد بنيان من عندي واولى، فحتى لو ما تنازل انا مقدر هذا وضعه. العالم هسه هم تقول انه علاقتك كانت قويه يعني شلون مثلا علاقتي مثلا ما نحكي نسكت؟ اذا هذا انا كل علاقتي بها كانت قويه. صديقك يعني كان؟ اي كل صديقي. حتى طلعوا الفيديوهات اللي بالكويت كنتوا وطلعون سوا ويونس محمود، يعني اصدقاء هواي كنا. وانا مع العلم ما اسوي علاقات ويا الرياضيين، ولا عندي لاعب صديق، ولا فتره اجت يعني ويا كابتن نشأت ويا كابتن يونس. بس انا مو من الشخصيات اللي احب اسوي علاقه ويا لاعب واطب واطلع وياه او ويا مدرب. كل مدربين اكو مدربين علاقتي بيهم زينه، بس احاول اتحاشى يعني الوسط الرياضي. كم دعوه بقت عليك؟ 1 2 3 دعاوى. زين قلن هسه. اي قلن. يعني مشكورا الاخ حسين العميدي كان اكو دعوتين تنازل عنها.